من أجمل المساجد المزخرفة في اسطنبول وأكبر المساجد العثمانية خارج اسطنبول القديمة من مسجد نصر تبة. أرحب بكم أصدقائي اليوم لمشاهدة واحدة من أجمل الفنون المعمارية الإسلامية. بني عام 1826 وتم البناء من قبل المصمم الأرمني باليان بأمر من السلطان العثماني محمود الثاني، حيث شهدت الدولة العثمانية آنذاك نهضة عمرانية في زمانه. وفي الفناء الخارجي للجامع غرفتين بتصميم جميل ورائع مع موضع عثماني. المسجد من الداخل لوحة فنية وآية من الجمال بأروع الزخارف. اللون الذهبي يضفي جمال الآيات القرآنية المزخرفة، فهو أكثر المساجد العثمانية زخرفة. وفي القبة لوحة من التصميم الهندسي ما بين النوافذ والنقوشات الهندسية لتكون لوحة فنية رائعة. تصميم المسجد الرائع يعود إلى أنه مزيج بين أسلوبي الذوق الأوروبي الإمبراطوري والباروكي، حيث يعتمد على الضخامة في البناء مع الاعتناء بأدق التفاصيل، مع إضافة الفن المعماري الإسلامي العثماني. حصلنا على واحدة من أجمل اللوحات المعمارية. وهنا كما تشاهدون مقطورة السلطان، وهي من الرخام الأبيض. وهنا النوافذ التي تطل على مول غلطة بورد وبرج الساعة الذي بناه السلطان عبد الحميد الثاني. ضخامة التصميم في هذا الجامع الذي بني عام 1826 بين العديد من المؤسسات العسكرية في ذلك الوقت، وقد أجريت عليه العديد من الترميمات حتى زماننا هذا، وخصوصا بعد الحريق الكبير الذي نشب في المنطقة. هنالك العديد من المعالم السياحية والتجارية بالقرب من مسجد نصر تبة، مثل مول ومركز تسوق غلطة بورت مع الإطلالة المميزة البانورامية على اسطنبول، ونافورة توبهاني، ومتحف الفن الحديث في اسطنبول، وجامع كيليتش ألي باشا. لا تنسون من الدعم والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو. نكبر بوجودكم. دمتم على خير والسلام.